في صباح يوم شتوي بارد بمدينة الدار البيضاء، عثر على جثة رجل مجهول الهوية في زقاق ضيق بحي عريق. كان وجهه مشوها، وآثار العنف واضحة على جسده، كأنه قاوم قبل أن يسقط. وصل المفتش ياسين، رجل في ال40 من عمره، ذو خبرة طويلة وذكاء حاد. بدأ بتفحص المكان بدقة، يجمع الأدلة ويستجوب السكان القريبين. أخبره أحد الجيران أن الضحية كان يتحدث هاتفيا مع شخص مجهول قبل وقت قصير من الحادثة، وكان يبدو مرتبكا وقلقا. في جيب الضحية وجد ياسين ورقة صغيرة مكتوب عليها رقم هاتف غريب وبطاقة تعريف مزورة. كان هذا الرقم هو المفتاح الأول للغموض. في الغرفة حيث عثر على الضحية، عثر فريق ياسين على عقد صغير مصنوع من حجر أزرق نادر، ملفوفا حول عنقه. كما وجدوا ورقة مكتوبة بخط غير واضح تقول: تحت ظل المئذنة يكمن السر القديم. أثناء التفتيش سمع ياسين همسات غامضة من زاوية الغرفة: لا تثق بأحد، الظل يراقبك. كانت بداية رحلة ياسين في متاهة من الأسرار والمخاطر. جميلة امرأة غامضة تعمل كوسيط بين عصابات المدينة، تم اعتقالها بناء على معلومات من شهود، وبدأ ياسين التحقيق معها. كانت جميلة ذكية وبارعة في التلاعب بالكلمات. عندما سألها ياسين عن العقد الأزرق والورقة، ابتسمت وقالت: الحقيقة كثيرة الوجوه، وأنت لم تر سوى الوجه الأول. شعر ياسين أنها تعرف أكثر مما تقول، لكنها رفضت الإفصاح عن أي سر. حسن المخلب رجل العصابة المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات. تبعته فرقة ياسين إلى ورشة مهجورة على أطراف المدينة، لكن حسن لم يكن هناك. ترك لهم رسالة تهديد: لن تمسكوا بي بسهولة، اللعبة أكبر مما تظنون. كان واضحا أن حسن لا يخاف، وأن وراءه قوة أكبر. مراد الماكر هو الهاكر الذي يعتقد أنه مزور الوثائق وصاحب الرسائل المشفرة التي وجدها ياسين على هاتف الضحية. بعد مراقبة دقيقة، تم القبض عليه في مقهى انترنت صغير وسط المدينة. اعترف بأنه كان يساعد العصابة لتغطية جرائمها، لكنه لم يكن يعلم مدى خطورة الأمور. سعيد الذئب زعيم العصابة الكبرى كان الهدف الرئيسي لياسين. بعد تحريات ومراقبة، وجد ياسين مخبأه ودخل في مواجهة حاسمة. خلال المواجهة كشف سعيد عن خيانة داخل الأجهزة الأمنية، وأن الضحية كان مخبرا يحاول فتح الشبكة السرية. جميلة كشفت أنها كانت وسيطة بين العصابة وأحد رجال الدولة الفاسدين الذين يحمونهم. في صفقة مع ياسين أعطته أسماء وأدلة على شبكة فساد عميقة. لكن ياسين عرف أن هذه الحرب لم تنتهي بعد، وأن الظلال ما زالت تخفي الكثير من الأسرار. النهاية المتوترة، اللعبة الأخيرة. تلقى ياسين تهديدات وأدلة على أن حياته مهددة. رسالة مكتوبة بالدم على الحائط تحذره: الحقيقة قد تقتلك. في اللحظة التي شعر فيها بالأمان، اختفى ملف القضية من جهازه. ظل الغموض يلف المدينة، وبدأ فصل جديد من المواجهات في عالم مظلم لا نهاية له.